اضمن ضرر السؤال الترانسليشن. تعال نشوف مع بعض يعني ايه ترانسليشن اصلا. ترانسليشن زي ما انا اجي اخد النقطه دي من هنا احطها هنا، يعني الشكل اللي قدامنا ده اخدته من النقطه دي حطيته النقطه دي. يبقى عندنا اول حاجه ترانسليشن، هيجي يقول لك مديك نقطه اسمها اكس وواي وعايزك تعمل لها ترانسليشن بالنسبه للاي والبي. كل اللي بنعمله بنعمل الاكس بلس الاي والواي بلس البي. مثال عندنا لما يجي يقول لك مثلا 3 و4 عايز يعمل لها ترانسليشن بالنسبه ل1 و1، هنعمل ايه؟ هنعمل ال 3 بلس ال1 وال4 بلس ال1 هتبقى ال4 وال5. تعالى بقى ناخد نوت سريعه كده. بيقول لك لو هو عندك قال لك ترانسليشن اب هنعمل ايه؟ هنعمل بلس. قال لك رايت هنعمل برضو بلس. يعني هنا دي احنا مش بنعمل على مزاجنا، بنعملها على حسب هو كاتب ايه. لو قال لك ليفت هنعمل ماينس، لو قال لك داون هنعمل ماينس. يبقى فكره الدرس كلها هو هيقول لك عاوز يعمل ترانسليشن اب مثلا 3 يونتس يبقى هنعمل بلس 3 يونتس. تعالوا بقى ناخد مثال على طول للكلام اللي احنا بنقوله قدامنا ده. دلوقتي هو بيقول لك عندنا بوينت نيرتيف 1 و2، عاوز يعمل بقى للبوينت دي ايه؟ عاوز يعمل لها ترانسليشن 2 يونت ليفت و3 يونت اب. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ اول سؤال هيجي ازاي؟ السؤال هيجي زي ما احنا شايفين كده، هنيجي نعمل 2 يونت ليفت، يعني النقطه دي هنعملها 2 يونت ليفت. ليفت دي يا مستر قلنا نعمل ايه؟ بنعمل ماينس. يبقى هنعمل نيرتيف 1 ماينس مين؟ هو قال لك 2 يونت يبقى ماينس 2. هتطلع عندنا الاجابه بكام؟ بنيرتيف 3. الكلام هنا بيقول لك 3 يونت اب، يعني هنعمل ايه؟ لو جينا بصينا هنعمل بلس، يبقى 2 بلس 3 هتطلع ب 5. يبقى النقطتين اللي احنا وصلنا لهم عندنا النيرتيف 3 وال5. يبقى الفكره كلها عندنا زي ما احنا قلنا. نجرب برضو في مساله ثانيه، قال لك برضو عاوز يعمل لنفس النقطه ترانسليشن 5 يونت داون. تعال نبص في اللي احنا قلنا عليه، داون يعني ماينس، يعني هنعمل ايه؟ هنعمل يا مستر نيرتيف 1 ماينس ال5. نيرتيف 1 ماينس ال5 بكام؟ نيرتيف 6. وهنا هنعمل ايه؟ قال لك ال2 دي بيقول لك 1 رايت يعني بلس، يعني هنعمل 2 بلس 1. ال2 بلس 1 عندنا يا مستر بكام؟ ب 3. يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى نيرتيف 6 وكام؟ و3. نوصل بقى لشكل من الاشكال الاسئله اللي بيجي في الامتحان. بيقول لك بقى الايمج اوف بوينت نقط باي ترانسليشن نيرتيف 1 و2 از كام؟ از 1 ونيرتيف 5. يعني هو عايز يعرف النقطه اللي هنعملها ترانسليشن بالنسبه لنيرتيف 1 و2 تطلع 1 ونيرتيف 5. بنعمل ايه في الحاله دي؟ لما يجي يقول لك از بنعمل ايه؟ از كذا يبقى هنعمل الحاله دي ماينس. يعني لو جينا شفنا مع بعض هي 1 ونيرتيف 5 يبقى هناخد ال1 دي هنعملها ماينس نيرتيف 1. نيرتيف كام؟ بوزيتيف يا مستر، يعني هتبقى 2. وهنا دي هي دلوقتي عندنا ب 2 هنعملها ماينس مين؟ النيرتيف 5. يبقى 2 ماينس نيرتيف 5 هتطلع عندنا بكام؟ ب 7 يا مستر. ودي غلطه بيقع فيها طلاب كتير. احنا لما جينا بصينا هنا قلنا بنبدا بالنيرتيف 5، يبقى عندنا الصح عندنا هنعمل ايه؟ نيرتيف 5 وبعدين نقوم عاملين ماينس ال2 هتطلع الاجابه بنيرتيف 7. يبقى الحاجه النهائيه عندنا اول نقطه اللي وصلنا لها في الاخر هي 2 ونيرتيف 7. يبقى زي ما قلنا كل الدرس الفكره بتاعته هو هيقول لك عاوز يعمل ترانسليشن